بسم الله الرحمن الرحيم. هذه واحد العبارة يقولها أهل العلم، علماء السنة، أصحاب الاعتقاد الصحيح، ونجد هذه العبارة في كتب الاعتقاد، في كتب التوحيد تقولها أهل العلم، وهي الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله. فما معنى الكفر بالطاغوت؟ ما معنى الكفر بما يعبد من دون الله؟ يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكما هو معلوم أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. التوحيد ضروري خص يكون فيه النفي والإثبات، نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله راه فيها النفي وفيها الإثبات. لا إله نفي في أولها، وإلا الله إثبات في آخرها. والواحد الموحد لله عز وجل لا يكون موحد، ما يكون إنسان موحد وما يكون المسلم مسلم حتى يستمسك ويتمسك بشهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي العروة الوثقى. الإنسان ما تيكون متمسك ومستمسك بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يكون يكفر بالطاغوت ويعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت واحد ويؤمن بالله أجوج. لا بد من الكفر بالطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. ولتوفروا فيها الجوج حوايج فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هي التوحيد، اللي هي كلمة لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فهي محكمة قوية لا انفصام لها. ولكن لا بد من شرط مهم، لا بد من هذه الشروط الجوج اللي تذكروا أهل العلم. شنو هما هذه الشروط؟ أن يكفر بالطاغوت، وأن يؤمن، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومعنى الكفر بالطاغوت هذا هو السؤال اللي عليه أنا درت هذا المقطع هذا. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ كاين بعض الناس تيسولك تيقول لك ما معنى الكفر بالطاغوت، ربما ما يفهمهاش أو يبغيك تشرحها ليه باش يفهمها مزيان، ومهم يفهمها الواحد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وأمرنا وفرض علينا الكفر بالطاغوت. ودعوة الرسل اشتملت على هذه الأمور: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومعنى الكفر بالطاغوت ثلاثة الحوايج. ومعنى الكفر بالطاغوت ثلاثة الحوايج. أول حاجة معنى الكفر بالطاغوت أن يبغض عبادة غير الله، أن يبغض عبادة غير الله. الأمر الثاني أن يكفر بعبادة غير الله. والأمر الثالث أن يحذر عبادة غير الله. ثلاثة الحوايج هما المعنى ديال الكفر بالطاغوت كما قال العلماء. المعنى الأول أن يبغض عبادة غير الله، يعني البغض والكره، خصو يبغض ويكره كما تنقولوا بالدارجة، يعني ما يحملش ويبغض ويكره عبادة غير الله. السجود لغير الله عبادة، لكن عبادة شركية. الدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الصلاة لغير الله، الخوف من غير الله، الخوف السري، وهكذا. أن يبغض عبادة غير الله.
ما يحملهاش، يكرهها، يبغضها. الأمر الثاني وأن يكفر بعبادة غير الله. هذا هو المعنى الثاني للكفر بالطاغوت، أن يكفر بعبادة غير الله، السجود لغير الله، الركوع لغير الله، الدعاء لغير الله، الصلاة لغير الله، أي عبادة تتصرف لغير الله، تصرف الأصنام أو الأوثان أو الملائكة أو الجن أو الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء، خصو يكفر بها ويعتقد في قلبه بأن اللي تيدير هذه الأفعال راه كافر بالله عز وجل ومشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تلك الأفعال سجود لغير الله ودعاء غير الله وأي عبادة أنها شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمعنى الثاني الكفر بالطاغوت أن يكفر بعبادة غير الله. المعنى الأول قلنا أن يبغض عبادة غير الله. المعنى الثالث اللي بقى لنا وذكروا أهل العلم لمعنى الكفر بالطاغوت أن يحذر عبادة غير الله، خصو يحذر ويخاف ويجتنب عبادة غير الله عز وجل، ما يوقعش في عبادة غير الله عز وجل، يجتنب ويخاف على نفسه يوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن شنو قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وخاف على بنيه. ودعوة الأنبياء أنهم تيقولوا الأقوام ديالهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد من الحذر واجتناب عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هاد ثلاثة الحوايج هما المعنى ديال الكفر بالطاغوت، أن يبغض عبادة غير الله، وأن يكفر بعبادة غير الله، وأن يحذر عبادة غير الله، يجتنب ويحذر عبادة غير الله ولو بشي حاجة يسيرة، ولو يقدم ويتقرب ذبانة لغير الله بالولي الفلاني أو صاحب الضريح، راه وقع في الشرك بالله عز وجل، ما خصوش يوقع، ما يقولش هذه غير دبانة، لا، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الكفر بالطاغوت الذي لا بد منه في تحقيق التوحيد. لا يكون الموحد موحد ولا يكون المسلم مسلم حتى يكفر بالطاغوت. ومعنى الكفر بالطاغوت أن يبغض عبادة غير الله، وأن يكفر بعبادة غير الله، وأن يحذر عبادة غير الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.